النهارده إذا إحنا قدرنا نرجع بالعلاقة بين المريض والصيدلي لإطار صيدلية المجتمع، وإن يبقى كل مريض عارف إن أقرب صيدلية ليه دي هي الملجأ الدوائي بتاعه، وإن يبقى فعلا هي اللي مسؤولة عن إدارة أدوية ليه ولأسرته، يعني الإدارة الدوائية أو إدارة الأدوية بتاعته هو. في اطار غير رسمي وفي اطار احنا مش هنمضي عقود بالكلام ده، لكن بالود، بالاحترام، بالحب، بالتقدير. انا واحد من ضمن الناس لما بيطلب مني صنف، انا بحس انه مسؤوليه شخصيه. انا يمكن والدتي، يعني انا بالمناسبه انا والدتي بتاخد كونكور وما عندهاش الا العلبه المفتوحه اللي بتاخدها، انا مش مكوم لها علاج، لان العلاج لا بيتكوم ولا بيتخزن ولا بيتحجز، ولا طبعا بيتباع بقى على من ثمنه، ولا بيتباع سوق سودا، ولا المهازل اللي احنا بنشوفها للاسف دي. ولكن هي وحظها، يعني اذا خلص من عندها الكونكور هدي لها البيزوكارد زيه، اذا ما فيش بيزوكارد هشوف لها حاجه غيره. اذا موجود الكونكور متوفر زيها زي الناس، يعني مش عشان هي ابنها صيدلي هتبقى مميزه. وهي الحمد لله ربنا يبارك لي فيها يعني عاقله، لما بدلها حاجه مثيله بتقبلها، ما بتقولش لا. للاسف برضو النقطه دي، اذا انت واثق في الصيدلي اللي انت بتتعامل معاه هتبقى متفهم. احنا قلنا بقى خلاص، هو انت لو واثق فيه هتبقى عارف ان الصيدليه دي ظهرك وسندك، وهي اللي بتدعمك في الدواء بتاعك، وهي اللي بتحاول توفره باقصى جهودها وامكانياتها. طيب ما لقيناهوش ولقينا المثيل، مش كخ، مش حاجه وحشه. المثيل ده محتاج ان ثقافته برضو، احنا بنجني دلوقتي ثمار عدم زرع فكرة المثيل في العقلية الجمعية المصرية. احنا جنبنا دول يا جماعة بتتعامل بمنطق المثيل دوت من 10 سنين فاتوا، وهنيجي نتكلم بعد كده على موضوع الروشتات، وليه الروشتات ما بتتكتبش بالاسم العلمي. ما هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. النهارده ابسط مثال مضاد حيوي الف مكتوب مش موجود. لو انا هو ليه 10 مسايل، طيب انا ليه ما طلعش مثيل منهم؟ انا مش هدي للمريض سم قاتل، انا بديله في حدود وعي وعلمي ومسؤولياتي، وحضرتك كراجل طبيب بتؤيدني في ده. المشكلة على فكرة انا برضو في نقطة، ان المريض ساعات بيخاف يرجع للطبيب في حتة الاستشارة دي، انه كتب صنف فنقول له ده المثيل بتاعه وتأكد من الدكتور. هو يقول لك لا، انا بعمل حركه كويسه بقى، الدكتور بيبقى كاتب رقم تليفونه في الروشته، انا بتصل بالدكتور: السلام عليكم يا دكتور، احنا صيدليه فلان فلاني، وانا اللي بكلم حضرتك بنفسي اهو. حضرتك كاتب كذا مش موجود، وفي كذا موجود. الراجل طبعا يعني 99% منهم بصراحه بيبقوا اطباء محترمين وما عندوش سبب للمنع، بيقول لك اه طبعا. وانا اذكر حد حبيبنا جدا مش هقول اسمه، يمكن ما تقابلناش لكن بنتكلم دايما في التليفون، والله كل مرة يقول لي كده: معقول يا دكتور محمد حضرتك اللي بتسأل؟ اقول له اه يا دكتور فلان، لازم اسأل ولازم ادي حضرتك احترامك وتقديرك، علشان انا لو ما عملتش ده المريض اللي واقف قدامي مش هيقتنع بيا ومش هيصدقني ومش هيحترمني، فالموضوع كله هيبوظ. يا جماعة ايه الفكرة بتاعت ان الصيدلة دي او الصيدلية دي حاجة قايمة على المادة والفلوس، هي اللي وصلتنا للوضع الحالي. ولازم نرجع لقيم والمبادئ والاخلاقيات دي غصب عننا لازم. لو ما رجعناش بقى خلاص احنا كده هنتسلم، يعني تسليم اهالي للدخلاء، للسلاسل، لمافيا السوق السوداء، للناس اللي ممكن يبقى عندها ملايين بس تبقى حابه انها تبقى مليارات، ومليارات بالجنيه المصري، طب ما تبقى مليارات من الدولارات. احنا بسطاء واحنا غلابه واحنا على قد حالنا، ويعني الحمد لله على الستر. ما ينفعش بقى، لازم نتمسك بحاجه. فكمريض لا، لو سمحت بلاش انانيه، بلاش تفكير في مصلحتك فقط. يعني انت احسبها كده ابسط حاجه، لو انت عندك صيدلي محترم في الشارع بتاعك او في القريه بتاعتك او في النجع بتاعك او في المدينه whatever، يعني المهم انت لو الصيدلي المحترم ده انت ما دعمتوش هيقفل. ولو قفل وجالك واحد تاني
كل علاقته بيك ماديه، انت هتفضل مستنزف ماديا لحد ما ربنا بقى ايه يتوفاك. يعني هتفضل قاعد كده انت بير فلوس. لان خد بالك هو الموضوع اختياري. انا كده كده هي التجاره مش عيب والبيع مش عيب، احل الله البيع وحرم الربا. انا مش داخل في التراك ده. مش كل تجاره حاجه مخجله او مشينه، لا. انا يعني انا بالنسبه لي بالعكس، انا بحب التجاره اللي هتفيدني وهتفيد اللي قدامي. ده ميزه يعني دبل ليا وله. لكن في حد تاني هو عاوز كتاجر يستفاد على حسابك انت. يعني انت احنا قلنا لو قفل الصيدلي المحترم ده وما لقاكش بيت ساعده كمريض وان انت بتدعمه بان انت بتشتري منه، هيفتح حد تاني. الحد التاني دوت ابسط حاجه هيبيع لك ادويه مهربه، ابسط حاجه هيجيب ادويه مجهوله المصدر، ابسط حاجه هيعمل اتفاقات مع شركات دواء للاسف ما عندهاش ضمير، او مع اطباء للاسف ما عندهمش ضمير عليك انت. فهيبقى في رشاوي صحيه ورشاوي طبيه على حسابك انت، على حساب صحتك انت. فتلاقي نفسك بدل ما انت كنت مع الراجل المحترم الاولاني ده مثلا علاجك ب 100 جنيه، هتلاقي نفسك تدفع 1000 و2000. وياما بنشوف روشتات كده. فانت النهارده الصيدلي الاولد فاشون ده والدقه القديمه ده اكسبه وادعمه. وهو برضو الصيدلي محتاج، طبعا كلنا في الهوا سوا، كلنا محتاجين دوت ان احنا نبتدي نفكر في طرق جديده ان احنا ندعم نفسنا ماديا، نشوف حلول للتعامل مع المرضى بتوعنا، مع الاطباء اللي حوالينا. لان برضو انا ما بحبش حته ان هي كل حاجه وحشه وكل حاجه كده ومش هنعمل حاجه. احنا لازم نعمل حاجه، لازم. انا يقيني انه برضو ومن يتق الله يجعل له مخرجا، انه انت هتلاقي الامور اللي بتتعقد دي بتتحل لوحدها. بس اسعى، ابذل مجهود. يعني من واقع ان الواحد شافه، انت كان ممكن نقفل من سنين مثلا نغير النشاط، ولكن الواحد مستمر لان ولك اجر، ولك اجر. في ناس بتيجي ساعات كانت بتدخل عليا ما اعرفهمش، مش من القريه، بس يجي يشكرني، والله يشكرني على حاجه من فتره طويله مثلا، وما تصادفش انه قابلني تاني. حاجه سالني عليها، حاجه وصفتها له، حاجه ريحته فيها، وصفت له دكتور كويس، وصفت له معمل تحاليل كويس، وهكذا. يا جماعه الموضوع مش فلوس 100%. يعني لو صيادله بقى زمايلنا الجداد اللي يعني ظروفهم ان هم لسه متخرجين في الاوضاع اللي احنا فيها دي، صدقني لا. والعنصر الانساني والعنصر الاخلاقي وعنصر اداب المهنه وايمانك انت بقى بربنا، وايمانك بنفسك، وايمانك باللي انت بتعمله، والله ده يشيل 70% من الشغلانه. يعني احتياج الماده ممكن 30-20%، لكن الاساس بتاع المنظومه قايم على ده. فانا اتمنى ان ما يبقاش النهارده كل الناس بتسال على صنف دواء. يعني انت بتسالني وانت غريب عني على صنف دواء، بتقابلني في الشارع وتقول لي يعني الصنف الفلاني. اقرب صيدليه ليك اولى بيك، لان اقرب صيدليه ليك دي انت حتى يعني بالوضع العادي هتشوفها. شوف هي بدات ازاي، وشوف البضاعه بتاعتها دلوقتي والادويه بتاعتها الكيرف بتاعها عامل ازاي. فاذا انت سبتها خلاص هي هتقفل. طب واذا قفلت، اللي هيجي لك بعد كده مش هيمارس المهنه بالطريقه اللي كانت بتمارس قبل كده زي ما قلنا. وبالتالي زي ما بقول لك، انت ادعم ده، والصيدلي نفسه ادعم نفسك. دور على حلول، غير الطريقه اللي انت كنت بتتعامل بيها. يعني انا عن نفسي برضو غيرت طريقتي للتعامل مع الاستوكات ومع ارصده الدواء. غيرت طريقتي في تفاصيل صرف الروشتات نفسها. يعني في حاجات كتير قوي الستاف بتاعي هو عارف انا ابتديت اعمل ايه علشان اغير. والحمد لله انا بالنسبه لي انا شايف انه يعني بنسبه كبيره لا، انا تجاوزت الازمه مثلا بتاعت نقص الادويه دي. مش مضايق، بالعكس. صنف مش موجود خلاص مش موجود. يعني انا مثلا يعني يا جماعه احنا بنهزر والله. الريفو اللي كنا بنطلعه بدل الفكه
بقى للشريط بتاعه قيمه وسعر. مع ان انا واحد من ضمن الناس، انا الماده الفعاله بتاعه الريفو متحفظ عليها ومتحفظ لسه على استخدامها وعلى نطاق واسع، وعلى يعني يكفي مثلا ان احنا نقول ان كل مريض انا بطلع له ريفو لازم اقول له ممنوع لاقل من 12 سنه، ما يستخدمش الطفل عنده حراره، ولا هو ولا طبعا الاسوسيد اطفال، لاعتبارات بقى كتير تخص التفاعلات بتاعته والاثار الجانبيه. بالتالي احنا بنتكلم في الناس بتزعل كان ان الريفو مش متوفر، لا يضر في شيء. يعني في ما هو اهم، انا ممكن ازعل على الانسولين بقى اللي مش متوفر. يعني اذا الكونكور له مسائل، الانسولين ملوش مسائل، وده دور لازم. زي ما بقول وانا بكرر تاني ان اي حد الانسولين مش متوفر عنده، مش متوفر في اقرب صيدليه، انه بينزل كتات. يعني انا ممكن الانسولين ينزل لي علبه في الشهر كله، علبه. طب انا في قريه مثلا فيها 30 واحد على الاقل بياخدوا، مين اللي هياخدها؟ والله ما بعرف. يعني اللي بيجي وقت العلبه دي ما اتوفرت هو اللي حظه انه ياخدها. طب وغيره؟ اسال في الصيدليات التابعه لوزاره الصحه. يعني احنا هنا عندنا في اسكندريه في صيدليات الاسعاف في المنشيه، وفي صيدليه الحريه في شارع فؤاد، وفي صيدليه في الشاطبي. دول اهم 3 صيدليات ممكن يبقى الادويه اللي ناقصه عندنا احنا تكون متوفره عندهم. اعتقد في القاهره في برضه صيدليه الاسعاف. وزي ما قلنا ارجع للرقم بتاع وزاره الصحه، هتلاقي الموضوع دوت ان انت تعرف تلاقي الادويه بتاعتك فين. اتمنى ان نرجع تاني نبني صيدليه المجتمع، ونرجع تاني نفهم ونتفاهم مع صيادله المجتمع. ولو في فرد عنده مشكله مع صيدلي، دي ما تنطبقش على الجمع كله، والا احنا محتاجين وقفه مع الصيادله. يعني احنا محتاجين وقفه. ناخد بالك، هو سهل جدا المنظومه دي كلها تتغير، ومثلا تتلغي الرخص الفرديه ويبقى في صيدليات سلاسل. انت مش هتقدر على التعامل مع صيدليات السلاسل. يعني علشان قولا واحدا وعلشان نبقى صراحه، لا، صيدليات السلاسل ممكن تبقى ليها حصه من السوق، لكن اللي يشيل الدواء في البلد بتاعتنا دي هما الصيادله الفرديين، اللي لكل صيدلي صيدليتين لا اكثر. دمتم اصحاء، وان شاء الله بخير دايما، واشوفكم على خير. سلام عليكم.